سهل قوي ان الواحد يقول انه لا السكون لما يروح بعيد فوق جبل في الصحراء، بس لما يبقى عايش في حياته اليومية وسط الدوشة والمقارنات والضغوطات مش دايما بيبقى الموضوع سهل. وعشان كده عملت البودكاست دي طريق للسكون، مش الهدف منها تقديم المواعظ بس طرح شوية أفكار يمكن تساعد. أنا سارة عبد المنعم، والنهاردة جايين نتكلم على فكرة انه انت السبب دايما. الكلام بتاعي يمكن ما يعجبكش او ما يعجبكيش او ما تسمعوه، بس نتيجه كذا موقف وكذا مرحله في الحياه اكتشفت انه انا السبب دايما. انا السبب دايما ده مش معناها ان انا بلوم نفسي على حاجه او ان انا الغلطانه، مش اللي هو جلد ذات يعني. لكن الفكره بتاعتي او الفكره اللي انا هوصل لها مبنيه على اساس ان الحياه بالنسبه لنا كبني ادمين، كل واحد فينا بيختبر الحياه، بيختبر كل حاجة في الحياة دي جواه. يعني أنا مثلا قابلت الشخص الفلاني، أنا شايفاه جوايا. الشخص الفلاني ده قال حاجة أنا سامعاه. الشخص الفلاني قال حاجة ضايقتني، أنا اللي اتضايقت من جوايا، بس هو قال حاجة بس أنا اتضايقت. وأنا ماشية اتكعبلت، حسيت بالوجع جوايا. فهي تفصيلة بسيطة كده البني آدم لو رجلش دماغه عليها وابتدى يفكر إنه فعلا أنا كل حاجة في الدنيا بتحصل، الطريقة اللي أنا بإكسبيرينس بيها أو بإكسبيرينس الحياة جوايا. تجربة الحياة هي تجربة داخلية بحتة. لما نيجي نبني على أساس الموضوع ده، عندنا دايما كان عندي وقت كده بقول يا ربي، هو أنا ليه كل الناس اللي في حياتي ضدي؟ الناس تشتغل معايا في الشغل ليه كله ضدي؟ ليه دايما بيعصبوني؟ ليه دايما بيعصبوني؟ ليه دايما ما بيعملوش اللي بقولهم عليه؟ ليه دايما مصممين ان هم كأن فجأة العالم كله، البني آدم ده نزل من بيته النهاردة قرر ان هو مفيش حاجة في حياته ولا قلقان ولا خايف، كأنه نسي كل الحاجات دي ونازل يضايقني انا بالذات، سارة عبد المنعم بالذات جاي يضايقني. هقول لكم على الموقف ده هو كان بداية فهمي للمبدأ ده، وبعد كده قرارات كتير قوي خدتها بعد كده مبنية على المبدأ ده. انا كنت بشتغل مذيعة في الراديو، اوكي، وكنت انا والزميل بتاعي في الاذاعه كنا ساعات بنشد مع بعض جامد، اوكي. كنت لسه راجعه من بالي، كنت فاكره انه تمام، رجعت من بالي عالجت نفسي، اوكي، ما بقتش اتعصب من حاجه خالص. كانه البني ادم اللي ما بيتعصبش ده هو ده الواقع، ان احنا المفروض نعيش في حياتنا ما بنتعصبش. وده قصه تانية، دي حلقه تانية هنتكلم عن المشاعر والاحاسيس والايموشنز وايه صح وايه غلط. المهم انه رجعت من بعلي، فضلت ماسكه نفسي ودايما ببقى متعصبه منه، وهو السبب في حاجات كتير جدا. هو السبب اني كذا في مخي، هو السبب ان كذا، هو السبب بيعصبني بيضايقني، بس انا مش هتعصب لغايه لما في يوم اتعصبت وانفجرت، وكانت ليلتهم كلهم سودة. اليوم ده حياه الناس كلها كان يوم غامق على كل حد. ويومها رجعت اتكلمت مع واحده ست حكيمه جدا اكبر مني شويه، واشتكيت لها جدا ازاي انا اتعصبت ووصلني للعصبيه، وانا لا. قالت لي انه العصبيه عمرها ما بتبقى بسبب العصبيه، دايما العصبيه بتبقى علامه حاجه تانية، بتبقى علامه خوف او علامه زعل، عاده يا خوف يا زعل. يعني عاده انا لما اتعصب على حد ده لانه سبب لي انا خوف او زعل. مشيت ورا الفكره كده. قالت لي دايما العصبيه دي الارم، يعني كانه جسمك بيعمل لك تنبيه ان في حاجه غلط، في حاجه غلط. مشيت ورا الفكره دي، لقيت انه اللي مضايقني او اللي معصبني من زميلي انه هو واقف في مخي، واقف في طريقي اني ابقى بيرفكت على الراديو، لانه لاسباب ما، مش مهم ايه الاسباب، بس هو الفكره كلها انه هو واقف في طريقي اني ابقى بيرفكت، وانا if I'm not perfect then I'm not worthy of being loved. دي كانت قصه عندي ماشيه طول الوقت، ان انا لو مش بقدم شيء مثالي ابقى انا ما استاهلش الحب. فكر ما عند ناس كتير جدا، على فكره انا ولا مختلفه ولا انا وانا كلنا عندنا ناس كتير جدا عندها نفس الفكر. بسبب ان هو واقف في طريقي فانا متعصبه منه، لكن الواقع ان هو انا مش متعصبه منه عشانه، انا متعصبه منه عشان انا خايفه ما بقاش استاهل الحب او ابقى not good enough. اول لما ادركت ان ده الوضع، انا ما احتاجتش اغير من نفسي، ولا احتاجت ان انا اتكلم مع نفسي، ولا هدي نفسي، ولا طبطب اقول يا تعصبي يا ساره، ولا حاجه خالص. ما احتاجتش اعمل اي حاجه خالص غير اني افهم انا متعصبه ليه. واول ما فهمت بطلت اتعصب، بجد بطلت اتعصب، مش بقول كلام، بجد ما بقتش تريجرد، ما بقتش اسمها تريجرز. What does this person trigger in you؟ يعني البني آدم ده داس على زرار ايه؟ اي بني آدم بيجي عليك في اي شيء انت متخيله او انت متخيلاه
دايما دور على هو داس على انهي زرار. هل داس على زرار انه عايز ابقى بيرفكت، داس على زرار انه بيحسسني ان انا مش جود انف مثلا، داس في زرار داس عليه اتاكد ان البني ادم ده ولا لما نزل من بيته كان في نيته ان هو يجي يضايقك، متاكد البني ادم ده انت كمان بتدوس على زرايره، لاني اكتشفت ان هو عنده قصته وان انا بدوس على زراير تانية بتحصل كلها جوه دماغه. انا ما صحيتش من النوم مقرره اني اضايقه بالطريقه دي. ده كان بدايه الطريق اني اتخلص من فكره الضحيه، كله ضدي، كل حاجه بتحصل لي، كل حاجه انا مش السبب فيها، هما الناس دي عملت فيا كده ليه؟ اول ما ابتديت اغير الفكر ده ابتديت اشوف الدنيا بطريقه مختلفه تماما. اولا احنا متعودين دايما اول ما بنبتدي طريق الويلنس اول ناس يا عيني بياخدوا اول لوم الاب والام، يا عيني يا عيني يا عيني، انا ابويا وانا صغيره عمل لي، وانا امي وانا صغيره عملت لي، وانا مش بقول انه ما عملوش، كل حد عمل، بس هو ما فيش حد بيرفكت. يعني حضرتك سيادتك نفسك لما تبقى اب بكره مش هتعرف تعمل احسن من كده، يعني يا رب تعمل احسن من كده، يا رب تبقى جميل وكل حاجه، ولكن كل بني ادم بيعمل اقصى ما عنده. هل انا بلغي فكره ان في ابهات او امهات كانوا مقصرين؟ لا، مش بلغيها، ولكن البني ادم لما بيتزنق في فكره الضحيه، سواء ضحيه ابو ام وامه ويفضل يروح لثيرابيست بقى 20 سنه، اصل انا ابوي خلاص عرفنا ابوك عمل، عرفنا خلصنا، بقيت طلعت بني ادم دلوقتي. مش بقلل والله، مش بقلل من التروما بتاعتك او مش بقلل من التروما بتاعتك، لانه في تروماز فعلا تقيله، ولكن التروما او الموقف او ده حصل زمان وخلص، والنهارده انا مسؤوله عن تمسكي بالتروما، ومسؤوله عن تخلصي من التروما، ومسؤوله عن تطوري، ومسؤوله عن قرارات كتير جدا، لان انا باكسبيرينس العالم كله جوايا. فلو انا النهارده كل ما حد هيبقى بيقول لي انت شاطره باخدها كأن ده انا شاطره، او لما حد يقول لي شغلك مش عاجبني ده شيء بيأثر فيا، او وات ايفر ات از، انا بختبره جوايا. من قريب قررت ان انا خدت كورس كده ورجعت ابتديت ادرس نوع تاني من اليوجا. النوع ده مش بتاع كل الناس، مش كل الناس بتحبه. لقيت نفسي في الكلاس وانا بدرسه اول 10 دقايق ربع ساعه متوتره موت، اكشلي اول كلاسين 3 متوتره جدا، عشان انا متعوده اني بعمل كلاس دايما بيعجب الملايين، لازم كل حد يخش الكلاس يطلع بيحبني. لقيت نفسي بعمل الكلاس ده لاني نفسي اعمل الكلاس ده، وتخلصت تماما من اكتر الحاجات اللي عرفت اتخلص منها في الكلاس ده هي فكره اني لازم اعجب جميع الناس. فاللي بحاول اقوله انه كل ما هو جوانا او كل ما احنا الحاجه اللي بنختبرها في حياتنا فهي بتحصل جوانا، عشان هي بتحصل جوانا عندنا القدره على تغييرها، وعشان عندنا القدره على تغييرها يبقى احنا المسؤولين. فلو انا مسؤوله يبقى انت مش مسؤول عن سعادتي، ولا انت مسؤول عن قيمتي في الحياه، ولا انت مسؤوله عن، مفيش حد هو اللي بينكد عليا او هو اللي بيأثر فيا ولا بياخد رزقي. رزقك مش جاي من الشخص ده، الشخص ده مش واخد رزقك، مش هو اللي بيعصبك، مش نازل من بيته بيقرر انه يضايقك، هو عنده مجموعه من مخاوفه ومواقفه وحياته، ومش مسؤوليتك انك تشيلها انت كمان، ولا انا كمان بقول لك انه روح تحمل من شخص تاني قرف علشان هو عنده هو حر، هو يتصرف في مشاكله، بس انا هتاثر ازاي دي مسؤوليتي. وسهل قوي ان الواحد يلاقي السكون في فوق الجبل من غير ما يبقى في حد بيعصبه، سهل قوي ان يقول انا عايش سكون من غير ما يبقى في بني ادم بيكسر عليه في الشارع ولا، ولكن الصعب انه يلاقي السكون حتى لما يبقى فاكر ان الحاجات اللي حواليه بتحصل له، او ان الحاجات اللي حواليه مش ماشيه على مزاجه، لان احنا عندنا قدره ان احنا نغير اي حاجه، حتى اليوم اللي بيبتدي غلط. عارفين اليوم اللي بيبتدي بالشقلب ده ممكن نعدله عايز. انا ساره عبد المنعم، لو عجبتكم الحلقه بليز لايك اند شير اند سبسكرايب عشان نعمل حلقات تاني. شكرا.